بكوباية زبادي ومعلقة سمسم غيرت لي الوصفة تماما، خلتها طعمها احلى وكمان شكلها حلو جدا. النهاردة هنعمل وصفة جميلة سهلة وبسيطة بمعلقة سمسم وشوية زبادي، طريقة سهلة وبسيطة، طريقة تحضير سهلة، وكمان النتيجة هتكون معاك مبهرة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على حضرة النبي ونشوف طريقتنا النهاردة ايه، ونشوف السمسم والزبادي اللي هيغيروا لنا الوصفة 180 درجة. معايا كده يا حبايبي كوباية من الزبادي، واهم حاجة يكون زبادي بلدي، ومعايا 3 معالق من السمسم، والسمسم لازم يكون متحمص كويس، ما ينفعش ابدا ان يكون السمسم ني. وهنبدأ كده نقلب مع بعض الزبادي بالسمسم كويس جدا لغاية لما اتأكد ان السمسم والزبادي يختلطوا مع بعض. طريقتنا سهلة وبسيطة، وطريقة تحضير مفيش اسهل من كده. شايفين؟ لغاية لما اتأكدت ان الزبادي اختلط كويس جدا، تحس ان الزبادي فك شوية. وكمان يا حبايبي معايا 3 معالق من السكر، وهقلب كويس جدا لغايه لما السكر يبدا يدوب معايا. طريقتنا النهارده رهيبه سهله بسيطه. وكمان معايا معلقه وربع من الخميره، ما يعادل 15 جرام من الخميره الفوريه، وهسيبهم كده تقريبا 10 دقايق. غطيهم او بطبق او بستريتش راب وسيبيهم كده 10 دقايق. شايفين يا سيدي على الريحة هنا كانت رهيبة. هنا حبايبي معايا كيلو من الدقيق اللي هستخدمه النهارده دقيق متعدد الاستخدامات، وينفع كمان تستخدمي دقيق القمحة الكاملة او كمان الدقيق الزيرو. الدقيق الزيرو اللي هو الدقيق الابيض الفاخر. هنا حبايبي هحط دقيق كده على الرخامة، وشغلنا كله النهارده هيكون على الرخامة من غير عجان، وكمان من غير ما نحجم في طبق خالص. هجيب كده الدقيق واعمل كده حفرة صغننة في قلب الدقيق، بس اخلي حوالي نص كوباية من الدقيق، مش هحطها علشان دي هستخدمها بعد كده. وبعد كده بعد 10 دقايق هجيب الخميرة اللي احنا جهزناها مع بعض، اللي هي خميرة الزبادي بالسمسم، وهبدأ كده اقلبها كويس اللي معايا. والخطوة دي مهمة جدا، لازم نتأكد ان الخميرة بتاعتنا اختلطت كويس جدا مع الدقيق قبل ما نضيف اي مية خالص. هقلب كده شوية حلوين الخميرة بالدقيق اللي معاه. شايفين كده الخميرة اختفت خالص، وتقريبا ما بقتش ظهر المواد السائلة اللي احنا ضفناها، سواء الزبادي او كمان السمسم والسكر والخميرة اللي احنا ضفناهم مع بعض. قلبت كويس، وبعد كده هنبدأ نضيف حبة صغيرة من الملح، ما يعادل ربع معلقة او 5 جرام من الملح، وكمان ورقة فانيليا، او ممكن كمان تحط فانيليا سائلة لو حب. هنا انا هكمل كل العجن بتاعي بمية دافية، وهعجن كويس لغاية لما العجينة تكون بالشكل ده. شايفين العجينة هنا كانت معايا سميكة شوية وتقيلة في ايدي انا وبعجنها. هبدأ اضيف لها شوية مية شوية بشوية لغاية لما ايدي تبطل تلزق خالص. شايفين بالشكل ده؟ العجينة تكون مخدومة كويس، كل ما النتيجة هتكون معاكي حلوة جدا. بعد ما عجنتها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه، الحبوب اللي ظاهرة منها دي مش عجين، ده السمسم اللي احنا ضفناه. معايا كده حبايبي ونص كوباية من الزيت، وممكن كمان تستبدليها بالزبدة، بس انا حبيتها تكون اقتصادية اكتر واستخدمت زيت. معايا حبايبي نص كوباية زيت، ما يعادل 5 معالق كبار من الزيت. احطهم شوية بشوية وابدأ كده اغرس فيهم لغاية لما الزيت يتشرب كل العجين. والخطوة دي في الاخر بتكون مهمة جدا، بتخلي العجينة بتديني طراوة رهيبة، وكمان بتخلي العجينة هشة. اول ما تحط الزيت بتكون العجينة بتلزق في ايدك قوي كده، وبعد كده تفضلي تعجني فيها شوية حلوين لغاية لما العجينة تنعم. ما تحطيش دقيق خالص في الوقت ده لغاية لما العجينة تنعم وتلم معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هترجع ايدك تاني ما تلزقش. وما شاء الله انتم ملاحظين كده ان العجينة بقيت طرية تبارك الرحمن وهشة، وبتخشول كده لها صوت تبارك الرحمن. وده نتيجة ان العجينة بتاعتنا مظبوطة جدا، مش محتاجة اي حاجة خالص. شايفين العجينة فوق الممتاز؟ شايفين السمسم ظهر ازاي في العجينة؟ بعد ما لميتها كويس بقيت العجينة بتاعتنا طرية، ايدي مش بتلزق خالص. هجيب الطبق اللي هخلي العجينة بتاعتي تخمر فيه وترتاح فيه وقت التخمير. هجيب الطبق وادهنه دهنة كده حلوة من الزيت، وادهن كمان العجينة بتاعتنا دهنة من فوق من الزيت، وهغطيها بستريتش راب او بفوطة او بطبق، واحطها في مكان دافي مظلم، يعني مكان ما فيهوش نور خالص، عشان الخميره تنشط وكمان تتنشط بسرعه وتختمر معايا بسرعه. هتفضل معايا نص ساعه، وفي خلال النص ساعه دي تعالى اقول لكم احنا هنعمل ايه. يلا بينا نجهز الحشوه بتاعتنا. انا معايا حبايبي نص كيلو من العجوه،
بالظبط دول كانوا 400 جرام. معلقتين كبار من السمنه البلدي. العجوه بالسمنه البلدي خطيره، وبالذات لما تكون في حشوه في المعجنات بتكون رهيبه جدا. هنا بقى هفضل اعجن العجوه كويس جدا بالسمنه البلدي لغايه لما العجوه تكون معايا طريه، وبعد كده احولها الى كرات صغننه كده، وهقول لكم الكرات دي انا هعمل بيها ايه. شايفين؟ لغايه لما العجوه تكون بالشكل ده طريه، وفي نفس الوقت تنفعي تفرديها. ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد نص ساعة ما شاء الله شايفين النتيجة كانت ازاي؟ النتيجة مبهرة. الزبادي بيعمل تفاعل رهيب للخميرة، بيخلي الخميرة تختمر معانا بسرعة، وكمان العجينة بتاعتنا بتكون هشة جدا زي ما انتوا شايفين وملاحظين العجينة هشة ازاي. هبدأ اقطع العجينة بتاعتي الى كرات متساوية. لو عندك ميزان اوزنيهم علشان تكون الكرات كلها متساوية، بس للأسف انا ما عنديش ميزان، علشان كده هقطع بايدي، وان شاء الله كلهم تقريبا كده هيكونوا متساويين. هقطع كوره كوره، ولو ملاحظين انا بقطع العجينه كده ايدي بتلزق شويه. ادهني ايدك دهنه بسيطه من الزيت، وبعد كده هبدا ارجع اكمل تاني العجينه بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه. سهله بسيطه سريعه. بصوا طريه هشه جدا. ريحه العجينه كانت ما شاء الله تبارك الرحمن فظيعه. الزبادي مع السمسم طريقه مبهره للعجين او المعجنات، بيخلي العجينه بتاعتنا بتكون هشه جدا زي العجين بتاع الفايش كده. يعني ما شاء الله النهارده المخبوزات بتاعتنا هتكون رهيبه، شكلها حلو، وكمان طعمها مختلف عن اي مخبوزات عملناها مع بعض قبل كده. احنا عملنا مخبوزات كتير وبطرق كتير، وكمان طرق اقتصاديه، عجلنا بلبن وعجلنا بشرش وعجلنا زبادي، بس النهارده الزبادي بالسمسم كانت طريقه مختلفه وكانت مبهره فعلا. هقطع كل العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده يا حبايبي، ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعد كده اغطيهم بكيس بلاستيك او ستريتش راب علشان وش العجينه ما ينشفش معايا. يلا بينا نجهز الكفر اللي احنا هنغطي بيه العجينه بتاعتنا. معايا كوبايه من السمسم، واحط عليهم معلقتين من السكر، وكمان معلقتين كبار من الزيت. ما تكتريش الزيت عشان السمسم ما يبقاش عايم كده في الزيت، لا انا عايزه السمسم يكون مبلول كده شويه حلوين بالزيت هو والسكر بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، يبقى زي الرمله المبلوله. بس هقلبهم كويس كده، وما ننساش طبعا احنا واقفين كده نصلي على النبي ونستغفر دايما عشان ربنا يصلح ما بين ايدينا. لو لسه ما عملتيش لايك اعملي لايك عشان الفيديو هيعجبك جدا وتستفادي منه ان شاء الله. هجيب كرات العجين اللي احنا قطعناها في الاول، وبعد كده افردها، واجيب قطعه العجوه وابدا برضو افرد قطعه العجوه كده، واحط العجوه في النص، وابدا اقفل عليها العجينه زي ما انتوا شايفين وملاحظين ان العجينه سمكها تخين شويه. وهقولك دلوقتي هتعملي فيها ايه، بس اهم حاجه قفليها كويس جدا من تحت علشان لما تروح الفرن ما تفتحش معاكي والعجوه تبهدل الدنيا. هجيب كده السمسم بالسكر وبالزيت اللي احنا حطيناه مع بعض، واجيب الصاج اللي احنا هنحطه في الفرن او الصينيه، وابدا كده احط القرصه بتاعتي، وابدا اسويها كويس، وفي نفس الوقت اوسع القرصه شويه، يعني ابططها شويه كده، مش هخليها عاليه زي الكايزر. خطوتين مهمين انا بعملهم لو ملاحظين. برجع اخلي العجينه ابططها في ايدي، وبعد كده ارجع المها تاني علشان تدي للقرصه اللي معايا قوام كده، وتخليها فنشه وجميله وهشه من جوه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. فردتها على ايدي، وبعد كده رجعت لميتها تاني، وبعد كده هفردها تاني بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين كده؟ هوسعها حبه صغيرين، وبعد كده اجيب كرة العجوه اللي احنا عملناها مع بعض، هبدا كده اضغط على كرة العجوه بايدي واحطها في النص، وابدا اقفل عليها تاني. بصوا، والعجوه مفروده. حاولي على قدر الامكان ان العجوه ما تكلكعش معاكي وتتلكلك كده من جوه، ما تبقاش زهره. بصوا يا حبايبي، حطيتها كده في السمسم بالسكر بالزيت، وبعد كده ابدا احطها في الصينيه، وابدا كده اضغط عليها لغايه لما تتبطط شويه. لو سبتيها عاليه كده تبقى عامله زي الكيزرايه، وتكون هشه معاكي جدا، وما تكونش قرصه خالص، هتكون شكلها زي الكيزر. بصوا، في نفس الوقت بثبت السمسم والسكر على القرصة بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنعمل واحدة تاني مع بعض. جبت كده قطعة العجينة، وبعد كده فردتها على ايدي، وبعد كده لميتها تاني. الخطوة دي مهمة جدا، واهم حاجة ان في الخطوات دي كلها ان العجينة بتاعتك تكون متغطية عشان الوش بتاع العجينة ما ينشفش. هجيب كده قطعة العجينة وابدأ اضغط عليها كده واوسعها شوية، واجيب الكرات اللي احنا عملناها من العجوة، وابدأ كده احطها في النص، وابدأ اقفل عليها. شايفين كده وملاحظين يا حبايبي؟ العجوة في النص ومتغطية كويس جدا بالعجينة.
شايفين؟ واروح حطها كده في السمسم والسكر والزيت اللي احنا حطيناهم مع بعض، واضغط عليها لغاية لما ترجع تاني تبقى عاملة زي القرصة بالشكل ده. بس اهم حاجة اتأكد ان من تحت مقفولة كويس عشان العجوة ما تسش معايا في الفرن، وكمان تطلع بره الحشوة. شايفين؟ احاول كده اسويها، شايفين متقفلة ازاي من تحت. احطها في الفرن. خلصت كل العجينة كده زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله تبارك الرحمن. عمل لي 4 صاجان، وكمان في صاجين 3 كنت حاطة فيهم اكتر من 6. ما شاء الله. احطهم كده يا حبايبي 10 دقايق يرتاحوا مكان الفرد، وفي الوقت ده اسخن الفرن على درجة حرارة 250، وبعد كده اهديها خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. ما ينفعش ابدا ان الفرن بتاعتنا تكون النار عالية، علشان احنا حاطين يا حبايبي زيت وسكر في وش العجينة. لو علينا النار هيتحرق معانا بسرعة ومش هتستوي. هتفضل في الفرن تقريبا تلت ساعة على نار بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، اقل من المتوسطة. يطلع بالشكل القمر. اهم حاجة لما يطلع من الفرن هيطلع سخن، وكمان الوش كده هيكون ناشف معاك شوية. رشيه بشوية مية كده، وغطيه بكيس بلاستيك او بفوطة نظيفة، وسيبيه 10 دقايق وهيطلع بالشكل القمر ده. شايفين الجمال؟ شايفين ما شاء الله اللون؟ تبارك الرحمن والله العظيم. ولا فلتر ولا اي حاجة، ولا حتى اضاءة غير اضاءة التليفون، علشان في الوقت ده كان النور قاطع. مفيش اجمل ولا اسهل من كده. سهلة وبسيطة سريعة كمان صحية جدا. هتروح تشتري من الفرن الواحدة ب5 جنيه. مفيش اسهل من كده. صحية في بيتك على قد ايدك، مش مكلفة خالص. طريقة التحضير سهلة. الزبادي والسمسم كانت طريقتهم رهيبة. بصوا ما شاء الله العجوة حلوة ازاي من جوه، والقرصايه كده ما شاء الله مشبعه بالسمسم، يعني معجونه بالسمسم ومن بره متغلفه بالسمسم. والعجوه كانت رهيبه بالسمنه البلدي. طريقه تحضير بسيطه جدا. هتجربوا الوصفه بتاعتي النهارده ومش هتبطلوها. القرص بالسمسم بشكل وطعم مختلف جدا، احسن 100 مره من اللي بنشتريه من بره. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين الكميه برضو مش بسيطه، حلوه جدا ما شاء الله. كمان انا حاطه صينيه كمان قد دي تقريبا بره، بس عشان كادر التليفون. ما شاء الله حلوة جدا تبارك الرحمن. شايفين هشة ازاي؟ اللون حاجة كده تفتح النفس، حاجة مبهرة من غير ولا اي اضاءة غير اضاءة التليفون، وكان شكله حلو جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش اهم حاجة باللايك والكومنت الحلو، عشان اللايك بيرفع القناة والكومنت بيرفع من معنوياتي. كده اقدر اقول لكم في اخر الكلام صلوا على حضرة النبي عدنان، واشتركوا في القناة لو مش مشتركين. سلام.